السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل اخوات. في البداية ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى النهاردة هشارككم كده فيديو فطار رمضان حضرته معاكم. طبعا الفطار ده بيتعمل أول يوم رمضان، أنا عملته في نص رمضان. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه. أول حاجة كده جبت الكرنباية وقورتها من النص زي ما احنا شايفين، ومعايا مية بتغلي حطيت فيها معلقة كمون، وهحط الكرنباية على وشها كده مكان العروق. تسيبيها حوالي 5 دقايق. وفي العين التانية هنجيب حلة ونحط فيها معلقتين كبار كده شوية حلوين من الزيت، وطبعا معلقة زبدة بلدي علشان تدينا تيست عالي كده في المحشي. واهم حاجة الزيت والسمنة يقدحوا كويس جدا مع بعض، وتنزلي بقى ببصلتين كبار كده مع قرن فلفل حار كده علشان يبقى المحشي سبايسي وجميل كده، هيديكي طعم جميل جدا. امشي بالخطوات اللي انا بقولك عليها باذن الله يطلع معاكي احلى محشي. وهنا نزلت بكمية البصل وهسيبهم بقى كده لغاية ما يدبلوا معايا، ونروح بقى نشوف الكرنباية لغاية ما البصل يدبل، وهدي عليه النار عشان ما يتحرقش منك في الخطوة ديت. طبعا احنا بنعمل كده يعني انجاز مع بعض كده علشان ما ناخدش وقت طويل، وننجز كل حاجة ان شاء الله باذن الله واحنا واقفين. كده قلبتها على ظهرها كده وابدأ اسحب الورق، بيطلع معايا بكل سهولة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، واهم حاجة تكون الحلة واسعة علشان تاخدي راحتك كده وانتي بتطلعي الكرنب ما يبقاش صعب معاكي. وهنا خلصت الكمية كلها، ونرجع بقى للحلة اللي فيها البصل. نعلي بقى النار، كنت مهديها طبعا عشان ما يتحرقش مني. شايفين ما شاء الله دبل معايا وخد لون اصفر بسيط جدا. طبعا اهم حاجة ايدك فيه عشان ما يتحرقش منك كده. وبعد كده نجيب بقى البهارات اللي هي عبارة عن معلقة كزبرة، معلقة شطة طبعا دي اختياري، وفلفل وكمون، كل حاجة معلقة كده مليانة صغيرة. ونبدأ ننزل بنص البهارات ونديها بقى كده تقليبة لغاية ما تتحمص كده وتشم ريحتها كده. وهنسيب نص كمية البهارات على جنب دلوقتي. هنشوح بقى كده فيها لغاية ما نشم البهارات زي ما احنا قلنا. ولو وصلت لغاية هنا يا غالية ما تنسيش اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. وهنا بقى ننزل بمعلقتين كده كبار من الصلصة. طبعا هننزل كل اللي في الطبق علشان نحافظ ان اعلى النعمة اللي ربنا انعم بيها علينا. اوعي ترمي حاجة، عودي نفسك اي حاجة موجودة يعني ما ترميهاش، حاولي على قد ما تقدري تحافظي على النعمة. وبعد كده اديها بقى تقلبتين كده لغاية ما المواد الحافظة كده تخرج من الصلصة. ادي بقى كده طماطم معصورة عادي بقشرها، مش مصفياها خالص. اديها بقى كده تقليبة وغطيها وسيبيها لغاية ما تتسبك. لو وصلت لغاية هنا يا غالية ما تنسيش اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. غطيها بقى وسيبيها مع نفسها كده لغاية ما نكمل باقي المكونات. هنا بقى الكرنب بعد ما غسلته اهم حاجة اغسليه كده واشطفيه عشان لو في اي حاجة بقايا ولا اي حاجة يعني يبقى احسن وانضف بكتير. وهنا البقدونس برضو غسلته، طبعا كان كمية صغيرة اللي عندي فطلعت كيس كده من الفريزر كنت مخزناه فطلعته بينفع. طبعا اهم حاجة ما يفكش منك، يعني هنحطه على الصلصة وهو لسه مجمد. وهنا الرز غسلته وسايباه يتصفى، لازم الرز يكون ناشف معاكي. وطبعا قطعت الكرنب زي ما احنا شايفين مع بعض. انا عملت معاكم فيديو محشي قبل كده ارجعوا له بكل تفاصيله، برضو مقطعه معاكم الكرنب فيه. ادي بقى الصلصة كده ما شاء الله شايفين كده اتسبكت معايا. وهنشيل بقى معلقة كده على جنب عشان لما نيجي نزود الكرنب كده يبقى يديله لون احمر وتيست عالي كده. فهنشيل معلقة عشان نبقى نحطها في الشوربة. وكده هننزل الاول بالخضرة عشان مجمدة معايا فتفك بسرعة. وهننزل بقى بالرز وكل المكونات اللي باقية معايا.
وهنا بقية البهارات والخضرة. مننساش الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. ونبدأ بقى نقلب بقى التغذية والمكونات بتاعتنا كده مع بعضيها كده. بجد احلى واطعم محشي ممكن تدوقيه في حياتك. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، اللهم امين. وهنا بعد ما قلبتها كلها ما شاء الله، شايفين الشكل عامل ازاي، بيتكلم عن نفسه. تعالوا بقى عشان نحشي. فرغت بقى كده الرز فيه، خدت على قد الكمية اللي انا هحشيها، والباقي بحطه بقى في حلة ولا في اي حاجة عندك وتحطيها في التلاجة على طول اول ما تبرد يعني. وبعد كده نبدأ نحشي. شايفين طريقة المحشي سهلة وسريعة جدا. لو اول مرة تحشي كرنب بجد خدي الطريقة ديت، هتحشيه في ثواني. هحشي معاكم بقى كده كام صباع كده. بنجيب الورقة، طبعا قطعي، حاولي تقطعي الورق كله قد بعضه، وتحط كده بقى الرز في النص، وتبدأي تلفي بايدك كده صباع من هنا وصباع من هنا، وتضغطي كويس جدا علشان ما يفرطش منك وهو بيستوي. اهو سهل جدا، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. والزيادات اللي بتنزل منك خلاص هنحطها في الصينية تاني. انتوا بقى بتحبوا المحشي يكون رفيع كده ولا بتحبوا الصواع يكون تخين؟ قولوا لي انتوا بتحبوا ايه في الكومنتات. زعلانه منكم بتكتبوليش كومنتات، يا ريت تكتبولي كومنتات كده وتعرفوني الفيديو عجبكم ولا لا. هنا خلصت بقى اول رصه كده عشان طبعا ما اطولش معاكم الفيديو. وبعدين هنجيب بقى، حشيت معاكم شويه، حشيت شويه كمان عشان اعرفكم انا برص ازاي. بجيب بقى يعني الرصه دي كده بجيب عكسها، تمام، علشان الشوربه اما نيجي نسقيها تدخل كده في المحشي وتسويه كويس من جوه. وحاولوا الحلة تكون اكبر من كمية المحشي، يعني الحلة ديت كانت صغيرة شوية، ففي كام صوبع كده ما كانش مستوي معايا. فانا بقول لكم برضو علشان الغلطة اللي احنا نقع فيها نتعلم منها، تمام. عشان انا اول مرة استعمل الحلة ديت في محشي الكرنب وكده، فكانت صغيرة شوية على المحشي، فاما نيجي نستعمل كمية شايفين كانت مليانة على الاخر كده. فلا، اما نيجي نحشي محشي كرنب يعني عشان يستوي معانا كويس لازم نسيب فراغ كويس جدا في الحلة علشان ياخد ويدي كده ويستوي كويس. وهنا بعد ما خلصت كل حلة المحشي وحطيتها في التلاجة من بالليل طبعا عشان اصور معاكم الفيديو، غسلت بقى كمية المواعين الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت برضو قبل ما انام. هنا بقى تاني يوم، طبعا انا بعمل من بالليل عشان الحق اصور معاكم، فانت ممكن تعملي كله في يوم واحد عادي على حسب برضو مقدرتك وكده. هنا معايا بقى بطايه جميله غسلتها ونضفتها كويس جدا، وجبت مرتة بقى هي عبارة عن بصلايه وفلفل وملح وفلفل وكمون، ودعكتها كويس جدا وسبتها حوالي نص ساعة كده. وبعد كده اما المية غليت بدأت انزلها في الحلة زي ما احنا شايفين كده. وممكن لو حابة تديها صدمة تديها، بس انا عشان هسيبها المحشي فحبيت اعملها كده احسن، بتدي طعم جميل. ومعايا جزرايه وبصلايه كبيره، وممكن تحطي كمان حبايه طماطم ومعلقه فلفل ومعلقه كمون. وخلاص على كده، ما نحطش بهارات كتير عشان البهارات كتيره بتغير طعم المحشي. بلاش تحطي بهارات كتير جدا على المحشي، بجد بتغير طعمها جدا بتغير طعم المحشي وبتغير طعم الاكل، فبلاش البهارات الكتير خصوصا مع المحشي. هنا بقى بدأت الشوربة، شايفين ما شاء الله صافية وجميلة جدا. طبعا اللي على حرف الحلة ده بيبقى من البهارات اللي احنا حطيناها، فعادي. انتوا عارفين الألمونيا بتسود وكده، فهنبدأ بقى نصفي الشوربة كويس جدا. وطبعا حاولي عشان الكرنب وكده فتاخدي الوش كده عشان يبقى المحشي سمين كده وجميل معاكي. ومعلقة بقى صلصة كده ونحطها على الشوربة. طبعا انا حطيت الملح في الاخر خالص قبل ما اسقي، علشان ما بحطش الملح في الاول، علشان يعني ما بتحطيه في الاول ما بيسرعش عملية التسوية بتاعه اللحوم وكده. تمام، نبدأ بقى نسقي كده المحشي. واهم خطوة تهزي الحلة كويس جدا علشان الشوربة كده تدخل من جواها. وطبعا المفروض ان انا كنت عملت زي ما قلت لكم في حلة اكبر من كده. هنا بقى هنعمل شوية لسان عصفور كده طعمهم
جميل. وهقولك ازاي يطلع معاكي كده مش معجن. هنجيب كده يعني دي نص كيس كان عندي، وحطيت معلقتين كبار كده، معلقه زيت على معلقه سمنه، وبدات اللي انا اقلبه كده. ايدك فيه طبعا علشان ما يتحرقش منك ويبقى كله لون موحد. تمام، زي ما احنا شفنا كده ما شاء الله كله لون واحد. نبدأ بقى نحط الشوربة. هتحطي بقى كمية كويسة كده من الشوربة، وطبعا هي الشوربة عليها الملح والفلفل والكمون وكل حاجة بتاعتها، مش هنعوز نحط اي حاجة. طبعا هو كده الشوربة كانت سخنة، فكده خلاص انا طفيت عليها وغطيتها، ما بسيبهاش خالص. وهنا بغطي على المحشي، وطبعا النار وسط، ما هياش عالية قوي ولا هادية قوي. تمام، شايفين الشوربة ما شاء الله بعد 10 دقايق بالظبط شايفين شكلها بقى عامل ازاي، ولسان العصفور استوى من غير ما نسيبه يقلب كتير على النار، فبتبقى معاكي جميلة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، والطعم اللهم بارك بيبقى حكاية. تعالوا بقى كده نحمر البطاية بعد ما طلعت ما شاء الله اللهم بارك. هنجيب بقى طاسة كده على النار، ونحط فيها شوية زيت على معلقة سمنة بلدي كده عشان تدينا حمار جميل كده للبطاية. وطبعا تستني على ما الزيت والسمنه يسخنوا كويس جدا، ما تستعجليش. وبعد كده تحطيها، واول ما تاخد تحمر كده تبدأي بقى تقلبيها على الجنب ده شويه والجنب ده شويه. تمام، وهنا كنت نسيت اعرفكم ازاي البطايه تعرفي ان هي استوت. بتمسكي بقى الجناح بتاعها كده، طبعا هنا كنت بتلسوع عشان اوريكم لاجل عيونكم الجميله، وطبعا بتشيليها كده بكل سهولة بتلاقيه اتكسر معاكي. وهنا ما شاء الله اللهم بارك بعد البطاية ما اتحمرت شايفين الشكل والجمال، الشكل بيتحدث عن نفسه، والطعم اللهم بارك. طبعا ديت مش بطاية بلدي، البط اللي هو الابيض اللي هو المولر ده بيبقى طعمه جميل جدا. وهنا المحشي بعد ما استوى ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الشكل والصوابع ما شاء الله نازله مش مفرطه، ولا المحشي معجن ولا فيه رز ولا اي حاجه خالص. تعالوا بقى نعمل بقى الحلو. هنعمل حاجه كده حلوه بكل سهوله. معايا ربطتين من الجلاش وربع كيلو من الكنافه، هحط عليهم معلقتين كده سكر من البودره، واحط معلقتين كبار من الزبده واقلبهم كويس لغايه ما الكنافه تشرب السمنه معايا كويس جدا. لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتذكري الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا اللهم امين يا رب العالمين. زي ما احنا شايفين كده بدخل السمنة كويس جدا في الكنافة. وهنجيب بقى طاسة كده على النار او على النار يعني، ونبدأ نحط فيها الكنافة وايدك فيها على طول، وممكن تدخليها الفرن وكل شوية برضو تقلبيها، بس علشان انا عاملة حبة صغيرين فدي اسهل بكتير. ايدك بقى فيها كده لغاية ما تاخد لون جميل زي ما احنا شايفين كده. وهنعمل بقى هنا الشربات. معايا كسرونة كده او لبانة على النار، هنحط فيها كوبايتين سكر وكوبايتين مية، وهنعصر فيها عصرة ليمونة كده وطرنشتين من الليمون، ونسيبها على جنب لغاية ما يقلب معايا كده وياخد غلوتين ويستوي معايا. هنا بقى الكنافة بعد ما خلصت حطيت عليها زبيب وجوز الهند ويعني المكسرات اللي عندك. وهنبدأ بقى نقطع بقى الجلاش بكل سهولة، اسهل واسرع من كده مفيش. طبعا اول لقطة ما جاتش مش عارفة ليه، فاحنا بنتني كده بناخد اللفة ونتنيها ونبدأ نقطعها بالسكينة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. تمام يا حلوين، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هنا بقى تنيته كله زي ما احنا شايفين وقطعته كده، يعني اللفة بتاخد 3 قطعيات كده زي ما احنا شايفين. وهتفرديها بقى كده، رصيته في صاج أو صينية عندك المتاح عندك اعملي فيه. السجان دي جميلة جدا والله وبتنجزني في حاجات كتير جدا. وهنا حشيته كله زي ما احنا شايفين مع بعض، ونبدأ بقى نقطعه. وانتي بتقطعيه كده دوسي على الوحدية كده بايدك علشان الحشو ما يفرطش منها ويطلع بره. وطبعا ممكن تعملي كل الخطوات دي وتعمليه سادة خالص من غير اي حاجة، بيديكي نتيجة عالية جدا. عاملاه معاكم قبل كده،
بس حبيت اشارككم كده الحلو اللي احنا عملناه في اليوم دوت، يعني شاركتكم اليوم كله. وهنا بقى كوبايه الا ربع من السمنه، وتبداي بقى كده ايه تسيحيها كده، يعني مش بتسخنيها، يا دوبك تسيحيها كده عشان تعرفي توزعيها على الجلاش كويس جدا. وبعد كده بقى بفرشه كده وتوزعي السمنه كده، اللي ما شربش معاكي تشربيه كده سمنه كويس جدا. ايه رايكم بقى في السهوله والفيديو الجميل اللي انا عملته معاكم دوت؟ يا رب يعجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني ان شاء الله كل جديد. وهنعمل فيديوهات ممتعه جدا مع بعض، بس خليكم معايا كده وكبروا لي القناه، وربنا يجازيكم كل خير، اللهم امين يا رب العالمين. هنا شربت الجلاش كل السمنه اللي موجوده معايا. طبعا ده اسهل بقى اما بنقعد يعني نعمل ورقه ونعمل الزبده ومش عارفه ايه، فدي اسهل بكتير جدا، بستسهلها قوي. وهنا بقى دخلناه الفرن على درجه حراره 180 في النص، ونسيبه هو بياخد وش من فوق ومن تحت، وبيورق معانا زي ما احنا شايفين كده، من غير ما نولع شوايه ولا اي حاجه خالص. وهنا بعد ما طلع من الفرن، ايه رايكم؟ ما شاء الله. هنسقيه بقى بالشربات. طبعا الشربات ده قبل ما اطفي عليه بحط كيس من الفانيليا علشان يديني طعم جميل كده. طبعا ما بتحطوش في الاول عشان بيمرر معاكي الشربات، فالاصح ان انت تحطيه قبل ما تطفي على طول. وهنا رصيته معاكم بقى، ما شاء الله شايفين مقرمش وجميل جدا. وممكن تحمريه اكتر من كده لو انتي حابه، طبعا دي حاجه ترجع لك انتي. وده كان فطار تاني يوم، حبيت اشارككم كده واوريكم شكل الورق العنب ومحشي البتنجان وشويه ملوخيه ناشفين كده، اللهم بارك. يعني ان شاء الله باذن الله هبقى هعمله معاكم فيديو تاني باذن الله، بس حبيت اشارككم كده اللقطه. ما شاء الله شايفين الصوابع كده صغيره وجميله، والحله نظيفه مفيش حاجه لزقت فيها، اللهم بارك. ايه رايكم في شكل المحشي؟ وده محشي البتنجان، برضو الصوابع مش كبيرة، صغيرة وجميلة كده. وهنا وصلنا لاخر الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم يا احلى اخوات.